Hey! Hey! Where to go? Come here! I gave you a big gun! I'm going to kill you! I'm going to kill you! ما تهزرش مع عربي، ما تحاولش تنصب على حد عربي. بيقول له I'm going to kill you، أنا هقتلك. هيقتله عشان ما دفعش أجرة التاكس. Learning English doesn't have to be boring. We'll learn today with Will Smith in The Pursuit of Happiness. خليك معايا. خليك معايا. خليك معايا. Subscribe. اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده على قناه English for More Fun. القناه اللي بناخد فيها مشاهد كامله من الافلام والمسلسلات وبنتعلم منها. النهارده معانا مشهد من فيلم The Pursuit of Happiness. كلمه The Pursuit يعني السعي. The Pursuit of Happiness يعني السعي وراء السعاده. مشهد النهارده هو عباره عن interview. يعني اغلب الكلام اللي هنعرفه هيساعدك لو رايح تعمل a job interview او مقابله شغل للشركه. زي اخونا كريس جاردنر اللي بيلعب دوره ويل سميث. عاوزك بس تستنى اول جزء يعدي من المشهد عشان هيكون سهل. الراجل داخل يقدم نفسه، ولكن اضمن لك لو فضلت معانا لاخر الفيديو هتعرف حاجات كتير قوي النهارده. ما تفوتش الحلقه دي. كبر شاشتك، افرد ظهرك، واهم حاجه صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. And let's get the show on the road. Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner. Pleasure. طبعا كريس جاردنر بيقدم نفسه للناس اللي هيشغلوه في الشركة. هو المفروض هنا بيقدم نفسه كمتدرب. انت عارف ان بعض الشركات بتجيب ناس لسه متخرجة جديد وتدربهم بمقابل مادي قليل او بدون مقابل عشان تاخد خبرة وبعدين يتوظفوا. الشخص المتدرب ده بالانجليزي اسمه an intern. متدرب او متدربة. اسمع كده. She's an intern here. She's an intern here. She's an intern here. She's an intern here. I am an intern at your company. I am an intern at your company. I am an intern at your company. Chris Gardner. How are you? كريس جاردنر كيف حالك؟ Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. صباح الخير. كريس جاردنر يسعدني رؤيتك مرة أخرى. قال لي ده كده عشان ده الشخص اللي سمح له يعمل الانترفيو ده ويقدمه ليهم. Chris Gardner. Pleasure. pleasure اختصار هنا ل it's a pleasure to meet you اللي هي يعني سررت بلقائك. في برضه تعبير بقوله لما حد يشكرني على حاجة my pleasure يعني على الرحب والسعة. حد بيشكرني على حاجة فبقول له على الرحب والسعة العفو يعني my pleasure. حتى اسمع كده. It's a pleasure to meet you, sir. 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 Thank you. My pleasure. Thank you. My pleasure. Thank you. My pleasure. طبعا كلهم مستغربين ازاي واحد جاي يعمل انترفيو في شركة يلبس اللبس ده ومش لابس فورمال. حتى بص هيقول لهم ايه. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. come up with ده فعل مركب مستخدم جدا في المحادثات اليومية، بمعنى يجي بحاجة، يأتي بشيء، يخترع حاجة يقولها. يعني مثلا يخترع عذر، يخترع قصة، يأتي بفكرة معينة. تعال نقول أمثلة عشان توضح أكتر. ممكن نقول I need to come up with a good excuse for being late to work. I need to come up with a good excuse. أنا أخترع أو أأتي بعذر جيد for being late to work لكوني متأخر عن العمل. محتاج اخترع عذر كويس يعني للمدير عشان اتأخرت عن الشغل. حتى بص على أفكاري في الصورة هنا. ممكن اخترع أو ألف إن طلع لي وحش وكان هياكلني، أو كنت هغرق وأنا راكب المركب اللي بيوصلني للشغل. بخترع أي حاجة، بألف أي حاجة. هو ده معنى come up with. I need to come up with a good excuse for being late to work. تعال نشوف بيستخدموها ازاي في الأفلام. And we're all gonna come up with a new plan. And we're all gonna come up with a new plan. And we're all gonna come up with a new plan. And we're all gonna come up with a new plan. We need to come up with a solution to the problem. We need to come up with a solution to the problem. We need to come up with a solution to the problem. We need to come up with a solution to the problem. She came up with a good idea. 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 طيب كلمة dressed دي صفة معناها لابس أو مرتدي. يعني مثلا أنت وزوجتك الكريمة رايحين مشوار وأنت بتلبس هدومك عشان تمشي معها، فهي مستعجلة فقالت لك Are you dressed yet؟ يعني هل أنت مرتدي بعد؟ هل خلصت لبس يعني؟ Are you dressed yet؟ فأنت مثلا ممكن ترد عليها وتقول لها I'm dressed and ready to go. يعني أنا لابس ومستعد للذهاب. I'm dressed and ready to go. طيب في تعبير مستخدم جدا في الأفلام أحب إنك تعرفه وهو get dressed.
get dressed معناها يرتدي أو يلبس هدومه. حتى اسمع كده. Why are you dressed like that? 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 All right. I'll get dressed. 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 I'm just getting dressed. I'm just getting dressed. I'm just getting dressed. I'm just getting dressed. She got dressed and drove me to work. 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 طيب في موقف لممثل هوريهولك دلوقتي. كان معزوم على حفلة، والحفلة دي الناس فيها لابسة كاجوال عادي، بناطيل جينز وتيشيرتات وكده، والممثل ده راح الحفلة دي ببدلة زي ما حضرتك شايف كده. لما تحس انك متشيك زيادة عن اللزوم لحدث معين ممكن الناس تكون لابسة فيه عادي، ممكن تقول زي ما أصدقائنا هنا هيقولوا we're a bit overdressed for this. a bit يعني قليلا أو شوية. overdressed يعني لابس زيادة عن اللزوم أو متشيك زيادة عن اللزوم. we're a bit overdressed for this يعني احنا لابسين زيادة عن اللزوم شوية. الموقف اللي احنا فيه ده مش محتاج نلبس بدلة وكرافتة، كنا ممكن جينا كاجوال عادي. اسمعوا كده. We're a bit overdressed for this. We're a bit overdressed for this. We're a bit overdressed for this. طيب ايه بقى عكس كلمة overdressed؟ عكس كلمة overdressed، عكس متشيك أو لابس زيادة عن اللزوم، عكسها underdressed. underdressed يعني لابس أقل من المطلوب، لابس لبس مش مناسب أو أقل رسمية للموقف اللي هو فيه. يعني مثلا عندك انترفيو الشغل ورحت ببنطلون وتيشيرت زي صاحبنا كريس جاردنر هنا، كان المفروض يلبس بدلة ولكن الظروف اضطرته إنه يروح كده. فممكن نقول مثلا جملة توصف الموقف ده. ممكن نقول Chris Gardner is so underdressed for this interview. يعني كريس جاردنر لابس أقل من المطلوب جدا للمقابلة دي، لبسه يعني مش مناسب للمقابلة دي، كان المفروض يلبس بدلة وكرافتة. Chris Gardner is so underdressed for this interview. تقدر تقول interview أو interview زي ما تحب. I'm so underdressed. I'm so underdressed. I'm so underdressed. I'm so underdressed. يبقى كريس جاردنر هنا بيقول I've been sitting out there for the last half hour. يعني أنا كنت قاعد برا النص ساعة الماضية trying to come up with a story. بحاول أأتي بقصة، بحاول أخترع قصة that would explain my being here اللي ممكن تشرح كوني هنا. be يعني يكون. بقول مثلا I'll be famous one day يعني سوف أكون مشهورا يوما ما. I'll be famous one day. being بقى يعني كوني. ممكن أقول لك مثلا I don't like your being angry all the time يعني أنا ما بحبش كونك غاضب طول الوقت. I don't like your being angry all the time. يبقى تاني بيقول I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story. أنا كنت قاعد برا النص ساعة الماضية بحاول أخترع قصة that would explain my being here اللي ممكن تشرح كوني هنا dressed like this لابس أو مرتدي كده. تعال نسمعها تاني كده. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. طيب هنا هيكمل ويقول And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here. demonstrate دي كلمة رسمية شوية ومعناها يظهر أو يوضح أو يبين. يعني ممكن أقول لك مثلا The teacher demonstrated how to solve the math problem. solve يعني يحل. math problem يعني مسألة حسابية زي اللي حضرتك شايفها كده. The teacher demonstrated المعلم وضح، المعلم بين how to solve the math problem إزاي تحل المسألة الحسابية. The teacher demonstrated how to solve the math problem. ممكن نقول برضو She demonstrated her cooking skills at the party. يعني هي أظهرت مهارات الطبخ بتاعتها في الحفلة. هي بينت بشكل عملي مهارات الطبخ بتاعتها في الحفلة. عملت أكل كويس يعني. She demonstrated her cooking skills at the party. Qualities مفردها a quality. A quality. Quality. لو مش جاية معاك قولها a quality. A quality أو a quality يعني صفة أو سمة في شخص. يعني ممكن نقول مثلا Patience is a quality every good teacher should have.
patience هو الصبر. Patience is a quality. الصبر صفة. الصبر سمة. Every good teacher should have. كل مدرس جيد يجب أن يمتلكها. الصبر صفة المفروض تكون عند كل مدرس كويس يعني. Patience is a quality every good teacher should have. Admire. Admire معناها يعجب أو يحترم صفة في حد مثلا. يعني ممكن أقول لك I admire her honesty. يعني أنا معجب بصدقها. I admire her honesty. طيب لو حد قال مثلا I admire her اللي هي ترجمتها أنا معجب بيها، هل المعنى هنا أنا معجب بيها عاطفيا أو رومانسيا؟ لا، مش ده المعنى هنا. المعنى هنا إن أنا بقدرها، أنا معجب بيها بسبب صفاتها الكويسة زي الصدق، الاحترام، الذكاء، الشجاعة وهكذا. الأمريكان ما بيستخدموش admire للتعبير عن الإعجاب الرومانسي أو العاطفي. لو عاوز يعبر عن إعجاب في سياق رومانسي بيقول I like her. أنا معجب بيها بين قوسين رومانسيا عاطفيا. لكن كلمة like مش دايما بتيجي في السياق الرومانسي أو العاطفي، على حسب السياق. يعني الممثل اللي هنشوفه كمان شوية ده هيقول I like you guys a lot. أنا بحبكم يا جماعة جدا. أكيد الحب هنا مش رومانسي أو عاطفي، ده بيحب أصحابه. تعال نسمعها كده ونشوف الفروقات في سياقات مختلفة. I admire his courage, truly. 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 She admires you because you're strong. 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 I like her more every minute I spend with her. I like her more every minute I spend with her. I like her more every minute I spend with her. I like her more every minute I spend with her. I like you guys a lot. 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 حلو. طيب في مصطلح بيستخدم كده أحب إنك تعرفه وهو a secret admirer. A secret admirer هو الشخص اللي بيكون عنده إعجاب رومانسي لحد، إعجاب عاطفي لحد، بيقعد بقى يبعت هدايا ورسائل وحاجات زي كده لشخص اللي معجب بيه من غير ما يوضح هو مين. نقدر نترجمها معجب سري. وعلى فكرة ممكن المعجب ده يكون ولد أو بنت، مش شرط ولد بس يعني. إحنا اللي بندلع بسرعة. تعال نتأكد من الأفلام كده. You got a secret admirer, John. 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 Apparently you have a secret admirer. 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 يبقى كريس بيقول and I wanted to come up with a story and I wanted to come up with a story وأنا أردت أن أتي بقصة وكنت عاوز أخترع قصة that would demonstrate qualities اللي ممكن تظهر صفات. would ليها معنى كتير، في أغلب الأحيان بستخدمها بمعنى ممكن زي ما هي الترجمة هنا اهو. and I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities وأردت أن أخترع قصة اللي ممكن تظهر صفات that I'm sure you all admire here اللي أنا متأكد إنكم كلكم بتحترموها أو بتقدروها هنا. اسمعها تاني. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here. اسمع كده هيقول صفات زي like earnestness or diligence and team playing to something. And I couldn't think of anything. earnestness جاية من earnest دي صفة. لما أوصف حد وأقول عليه إنه earnest دي معناها إن الشخص ده جاد أو مخلص في اللي بيقوله أو بيعمله. يعني مش بيهزر ومش بيقول الكلام لمجرد الكلام، اللي بيقوله بيعمله، عنده نية صادقة إنه يعمل الحاجة دي. الشخص ده بنقول عليه earnest، جاد أو مخلص في اللي بيقوله أو بيعمله. يعني مثلا لما أقول لك She's earnest about learning English يعني هي جادة بشأن تعلم الإنجليزي، يعني مش بتتعلمها من باب التسلية أو مجرد تجربة، لا هي عندها نية قوية وإخلاص إنها تتعلم بجد. She's earnest about learning English. Earnestness هي الجدية أو الإخلاص نفسه بقى. Earnestness يعني ممكن برضه أقول لك I admire his earnestness in learning English يعني أنا بحترم أو معجب بجديته في تعلم الإنجليزي. I admire his earnestness in learning English. تعال نتأكد من الأفلام على earnest و earnestness. I do think he is earnest about making a change. I do think he is earnest about making a change. I do think he is earnest about making a change. I do think he is earnest about making a change. The earnestness without purpose. The earnestness without purpose. The earnestness without purpose. The earnestness without purpose. In all earnestness, I'm not convinced. In all earnestness, I'm not convinced. In all earnestness, I'm not convinced.
In all earnestness, I'm not convinced. diligence يعني اجتهاد. ممكن نقول مثلا success comes from diligence and patience. Success comes from diligence and patience. يعني النجاح يأتي من الاجتهاد والصبر. Success comes from diligence and patience. طيب team playing هي القدرة على العمل ضمن فريق. دي برضو من الصفات اللي لو هتشتغل في شركة لازم تكون عندك. يبقى كريس كان بيقول وأردت أن آتي بقصة اللي ممكن تظهر صفات اللي أنا متأكد إنكم كلكم بتقدروها هنا like earnestness مثل الجدية الإخلاص في الشغل or diligence أو الاجتهاد and team playing والقدرة على العمل ضمن فريق just something فقط شيئا ما. مش هتسمع كلمة just هو قالها بسرعة جدا just something فقط شيئا ما. and I couldn't think of anything ولم أستطع أن أفكر في أي شيء. خلاصة كل ده إن كريس كان قاعد برا نص ساعة بيحاول يختار قصة يوريهم بيها إنه عنده صفات كويسة زي الجدية والاجتهاد والقدرة على العمل ضمن فريق لكن ما قدرش يلاقي قصة يوريهم بيها الصفات الكويسة دي. Like earnestness or diligence or team playing to something and I couldn't think of anything. Like earnestness or diligence or team playing to something and I couldn't think of anything. تمام لحد كده؟ تعال نكمل ونشوف هيقول لهم ايه. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? arrested جاية من الفعل arrest يعني يعتقل أو يقبض على. ممكن نقول the police arrested him last night يعني الشرطة اعتقلته أو قبضت عليه الليلة الماضية. The police arrested him last night. The cops might arrest you for drunk driving. The cops يعني الشرطة. الفرق بينها وبين the police in the cops ده تعبير عامي مستخدم في المواقف الغير رسمية. Drunk driving هي القيادة تحت تأثير الكحول. The cops might arrest you for drunk driving يعني الشرطة قد تعتقلك أو تقبض عليك بسبب أو بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. The cops might arrest you for drunk driving. طيب تعال نشوف الأمثلة دي كده. You are going to arrest me, right? 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 I hereby arrest you for the murder of Frank Blaine. I hereby arrest you for the murder of Frank Blaine. I hereby arrest you for the murder of Frank Blaine. I hereby arrest you for the murder of Frank Blaine. Vince was arrested for drunk driving. 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 Failure to pay هو التخلف عن الدفع. المفروض تدفع حاجة وما دفعتهاش في ميعادها. Failure to pay. Parking tickets مفردها a parking ticket يعني غرامة ركن. لما تركن بعربيتك في مكان مش مخصص للركن بتاخد a parking ticket. فكريس هنا بيقول لهم so the truth is لذا الحقيقة هي I was arrested for failure to pay parking tickets. I was arrested for failure to pay parking tickets يعني تم القبض عليا بسبب التخلف عن دفع غرامات ركن. يعني هو أخذ غرامات ركن وما راحش دفعها الشرطة راحت له لحد البيت واعتقلته. فواحد من اللي بيكلمهم استغرب اللي هو جاي استغرب وقال parking tickets غرامات ركن حاجة غريبة. طبعا حاجة غريبة عشان انت غني هو معهوش فلوس يدفع يا عم. So the truth is I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? So the truth is I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? هيكمل ويقول And I ran all the way here from the Polk station, the police station. all the way here يعني كل المسافة لحد هنا. تعال نسمع كده ازاي بيستخدموها. You came all the way here from New York on a bus. You came all the way here from New York on a bus. You came all the way here from New York on a bus. Thank you for coming all the way here to tell me that. Thank you for coming all the way here to tell me that. Thank you for coming all the way here to tell me that. station. كلمة station كلمة مش متحددة قوي ومعناها محطة ولكن هل هي محطة وقود ولا محطة قطر ولا محطة مترو ولا محطة أتوبيس ولا محطة إطفاء ولا محطة شرطة؟ إيه محطة شرطة دي؟ اللي هو يعني مركز شرطة أو قسم شرطة اسمه a police station. محطة إطفاء a fire station. محطة أتوبيس a bus station. محطة مترو a subway station. محطة قطر a train station. محطة وقود
a gas station. وعلى فكرة محطة الوقود بيكون فيها بنزين اللي هو اسمه gasoline، ودي كلمة مش مستخدمة كتير بيختصروها ويقولوا gas. وكمان في المحطة في سولار اللي بيتحط للعربيات الكبيرة والشاحنات. بس يا ترى يعني ايه سولار بالانجليزي؟ لو تعرف هو في الفيديو قول لنا في التعليقات، ولو ما تعرفش ما تريحش بيدك فاضية يا عم، سيب لنا قلب في التعليقات عشان الفيديو ينتشر. ارحمونا بقى، عايزين نعدي بالقناة دي. طيب السولار اسمه بالانجليزي ديزل. عارفين الممثل ده اسمه فين ديزل يعني فين سولار. حتى هو بيركب عربيات كتير فممكن ايه تفتكرها بدي يعني. فين ديزل السولار اسمه ديزل. طيب ازاي نقول الشاحنة دي بتمشي بستار مش بنزين؟ ازاي اقول بتمشي دي؟ انا ما استخدمتهاش قبل كده. هنقولها كده: This truck runs on diesel not gas. This truck runs on diesel not gas. يعني هذه الشاحنة بتمشي بسولار مش بنزين. This truck runs on diesel not gas. معلش احنا انحرفنا شوية عن المشهد، بس صدقني الكلام ده هينفعنا. نرجع تاني للي كنا بنقوله. فكريس جاردنر بيقول And I ran all the way here from the Polk station. أنا جريت كل مسافة لحد هنا من محطة بوك. وأكد وقال the police station. محطة أو مركز الشرطة، لأن في محطات تانية باسم بوك. ليه في محطات تانية باسم بوك؟ مين بوك ده أصلا؟ ده رئيس ال11 لأمريكا اسمه جيمس كي بوك. اسمعها تاني كده. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. And I ran all the way here from the Polk station, the police station. بص بقى الراجل اللي قدامه هيقول له ايه؟ What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. Painting or painting. Painting أو painting جاية من paint يعني يدهن. ممكن أقولك مثلا I wanna paint this room blue، يعني أنا عاوز أدهن الغرفة دي أزرق. I wanna paint this room blue. حلو. فهو الراجل هنا بيسأله What were you doing before you were arrested؟ يعني كنت بتعمل ايه قبل ما يتم اعتقالك؟ فقال له I was painting my apartment، يعني أنا كنت بدهن شقتي. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. بص هيقول له ايه؟ Is it dry now? I hope so. Dry يعني جاف أو ناشف، عكسها wet مبلول. wet ممكن نقول The clothes are wet but they will be dry by tomorrow. الملابس مبلولة ولكن هتكون ناشفة في الغد. The clothes are wet but they will be dry by tomorrow. فهو بيقول له بسخرية كده Is it dry now؟ هل هي جافة الآن؟ هل الشقة نشفت دلوقتي؟ فرد كريس وقال I hope so. أمل ذلك. Is it dry now? I hope so. تعال نكمل. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. Determined دي صفة بوصف بيها شخص عنده إصرار قوي على عمل شيء أو تحقيق هدف، بمعنى مصمم أو عازم على فعل شيء. اسمع كده بيستخدموها ازاي؟ We were determined to get you here. 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 I'm a determined man. I'm a determined man. I'm a determined man. I'm a determined man. But I am determined to continue. But I am determined to continue. But I am determined to continue. Some انت عارف ان معناها بعض او شوية. بقول مثلا I want some coffee. انا اريد بعض القهوة. I want some coffee. Some اللي معانا هنا بقى مش معناها بعض او شوية، لا معناها هنا ما هتمأمأ ولا ايه؟ لا هي معناها ما او كده بالمصري. يعني ايه مش فاهم؟ يا ريتك مأمأت يا شيخ بدل ما تقول لي ما وتسكت. تعال اوريك مثال من مسلسل فريندز. دلوقتي في بنت وصاحبنا تشاندلر اتقفل عليهم الباب وهم محبوسين في مكان دلوقتي. ففي واحده اتصلت بالبنت عشان تطمن عليها، فقالت لها انها محبوسه مع راجل في المكان ده. فالست اللي بتكلمها قالت لها مين الراجل ده؟ فردت عليها وقالت لها I don't know، لا اعرف. some guy، شخص ما، شخص كده يعني، شخص ما تعرفوش يعني. I don't know some guy. I don't know some guy. I don't know some guy. يبقى كلمة some ممكن استخدمها بمعنى بعض زي some coffee بعض القهوة، واقدر استخدمها كما أو بالمصري كده، رجل ما أو راجل كده. حلو؟ طيب
طبعا pound هو الرطل اللي بيكون تقريبا 450 جرام 453 تقريبا. 40 pound دي صفة مركبة أخدناها قبل كده، أخدنا صفة مركبة قبل كده، كلمتين أو أكتر بحط بينهم شرطة عشان تبقى صفة مركبة أوصف بيها حاجة. طيب يعني إيه بقى gizmo؟ gizmo دي كلمة عامية بقولها على أي جهاز أو أداة بتعمل وظيفة معينة وأنا معرفش اسمها فبقول عليها gizmo. طيب جهاز أو أداة زي إيه يعني؟ زي مثلا شاحن شكله غريب أنا معرفوش، أداة بتفتح علبة صلصة مثلا شكلها غريب أنا مش عارف اسمها. يعني مثلا عشان الصورة توضح شوية ممكن أقول لك He bought a new gizmo that can charge your phone in minutes. He bought a new gizmo. هو اشترى جهاز جديد، هو اشترى بتاع جديد كده that can charge your phone in minutes اللي يقدر يشحن تليفونك في دقايق. He bought a new gizmo that can charge your phone in minutes. هو اشترى بتاع جديد كده يقدر يشحن تليفونك في دقايق. إذن gizmo بركز فيها على وظيفة الجهاز أو الأداة ومش مهم اسمه. يعني المدير هنا مثلا بيقول Jay says you're pretty determined. Jay بيقول إنك مصمم جدا، عندك إصرار في تحقيق هدف أو حاجة. ف Jay قال he's been waiting outside the front of the building. He's been waiting outside the front of the building. كان واقف ينتظر خارج واجهة المبنى. With some 40-pound gizmo for over a month. بجهاز ما 40 رطل لأكثر من شهر. إيه الكلام ده بقى؟ المدير بيقول له جاي بيقول انك شخص مصمم على تحقيق هدفك. فجاي قال ده كان بيستنى بره واجهة المبنى بجهاز كده 40 رطل لأكتر من شهر، وهو ده الجهاز اللي كان كريس بيقف بيه قدام المبنى. ده جهاز لو وريته لحد في أمريكا مش هيعرف ايه ده، حتى الراجل اللي في الشارع قاعد جنبه ده قال عليه It's a time machine isn't it؟ إنها قالت سفر عبر الزمن، أليس كذلك؟ اسمعوا كده. It's a time machine isn't it? It's a time machine isn't it? It's a time machine isn't it? تعال نسمع الجزء ده تاني كده. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. طيب المدير هيكمل ويقول He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. بيقول له he said you're smart. هو قال انك ذكي، فبدل ما يقول ايوه انا ذكي حب يكون متواضع وقال well I like to think so. يعني والله احب ان اظن ذلك، احب ان ده يكون صح يعني. فقال له and you wanna learn this business and you wanna learn this business. وعاوز تتعلم البيزنس ده. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. هيقول له بقى Yes sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Yes sir, I want to learn this business. نعم يا سيدي أنا عاوز أتعلم البيزنس ده. فقال له Have you already started learning؟ هل بدأت بالفعل التعلم on your own بمفردك أو لوحدك؟ On your own ده تعبير مستخدم كتير في الأفلام بمعنى بنفسك أو لوحدك. اسمع كده. You can't do this on your own. You can't do this on your own. You can't do this on your own. I need to solve this problem on my own. I need to solve this problem on my own. I need to solve this problem on my own. I need to solve this problem on my own. Bear did it on his 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 own. And she went on her 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 own. Because we can do that on our 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 own. They have to do this on their 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 own. Have you already started learning on your own؟ هل بدأت بالفعل التعلم بمفردك؟ فطبعا قال له absolutely يعني بكل تأكيد. اسمعها تاني كده. Yes sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Yes sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Yes sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. هنقف في الانترفيو ده لحد هنا وهنكمله ان شاء الله في الحلقه الجايه. وعلى فكره يا شباب انا قلت لك ان اي باس ستيشن يعني محطه اتوبيس، مكان كبير كده بيكون فيه مكاتب حجز تذاكر وحمامات واتوبيسات كبيره. مش عاوزك تتلخبط بينه وبين المكان اللي الاتوبيس بيقف فيه في الشارع عشان ياخد الركاب. المكان ده اسمه اي باس ستوب. اي باس ستوب.
A bus station دي المحطة الكبيرة، إنما A bus stop ده المكان اللي هو بيكون في الشارع اللي بيركب الركاب، بتقف تستنى الأتوبيس لحد ما يجي عشان تركبه، ده اسمه A bus stop. حابب بس أوضح عشان إخواتنا اللي متابعين القناة من أمريكا ممكن يقولوا A bus station وهم قصدهم A bus stop، فيروحوا مكان تاني خالص غير اللي هم عاوزينه فيدعوا علينا. مش هدور عليك أكتر من كده، المشهد كامل في قناتنا على تيليجرام، رابط القناة في صندوق الوصف. ما تحرمناش من اللايك والتعليقات عشان اليوتيوب يحن على القناة وتكبر إن شاء الله. صلى على النبي واشوفك على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم. اسم الفيلم مكتوب غلط، تفتكر الناس نسيت تكتب اسم الفيلم صح؟ المفروض happiness تبقى بالاي مش بالواي. يا عم ما تظلمش الناس يا عم. انا شفت ويل سميث بيقول للراجل happiness بالاي مش بالواي، ما ينفعش كده، ولكن المخرج عنده رأي تاني. لكن اللي كله ما ينفعش عندك هي نونوت في دماغي بقى وهطلع اكتبها بالواي. Subscribe